هلو، كيف حالكم؟ هالمرة الفيديو حنحكي لكم فيه على روتيني في أول يومين رمضان بمصر. طبعا أنا من الناس اللي نحب نقضي رمضان في مصر. الصراحة فعلا زي ما قال حسن الجسمي، رمضان في مصر حاجة تانية أصلا. سبحان الله، راحة نفسية، شعور رمضان بأجواءه وبزينة الشوارع شيء جميل الصراحة. طبعا مشينا للسوبر ماركت أنا وأختي الصغيرونة وماما، أخذنا المهم حليب، حلبية، كل شيء ناقص في البيت، بس برضو مع الأغراض المهمة ناخد أشياء مش مهمة. الأندومي اللي نحبها أنا وأختي اخترنا الأنواع اللي نحبوها وجبناها معنا. حتى هي أنا من الناس اللي ما نحبش نفرز هالبحاجات، يعني نخليها في الفريز ونجهز قبل رمضان. نحب الطبخ يكون كل يوم ويومه. الشيء الوحيد اللي نحب نفرزناه هو الفراولة، أما الباقي الصلصة، كل شيء أحب أسويه يوم بيوم. دايما روتيننا بعد الفطور نطلع نتمشى. أصلا الأجواء بالليل بمصر تكون جدا جميلة، زي ما قلت، زينة الشوارع، زينة المحلات، ما شاء الله، يعني أجواء رمضانية بامتياز. طبعا احنا دخلنا المحلات وما شاء الله قاعدين يبيعوا في زينة، واشترينا زينة حوريكم لما نرجع البيت شنو الزينة الرمضانية اللي اشتريناها للبيت وللبلكونة. رحنا المول واخدنا شوية مواعين وشوية حافظات ناقصتنا نحتاجها لرمضان. لما نرجع البيت نفس الشيء، حنصور لكم الأشياء اللي اشتريتها، بس ما لحقنا، يعني سفرتنا على قبل رمضان. كل الأغراض اللي اشتريناها في أول يومين رمضان. وأول ما رجعنا للبيت سويت لي ماما وأختي أحلى محلبية بالشوكولاتة، محلبية شوكولاتة. ايش رايك في الطعم؟ يهبل، تحفة، حلو حلو حلو، ألف صحة وهنا. والزينة الرمضانية هذه عجبتني، متت عليها. رمضان كريم، إضاءة فيها كم شكل من الإضاءة، تضوي وتطفي وتعطي كده شكل، وحجمها كبير فحلوة جدا. وسلك الإضاءة هذا اللي فيه هلال ونجمة، حبيت الأجواء الصراحة. خديت نجوم الليل باش نلعب بيهم أنا وأختي، واخديت سلك إضاءة تاني، بس السلك الإضاءة هذا حسويه زينة بالبلكونة. هنا في مصر كل البلكونات عاملين زينة إضاءة وكده، بس السلك هذا تعبنا باش فتحناه يعني وسلكناه وحلنا فيه. وهذا الشكل النهائي للزينة في البيت. حطيت رمضان الكريم على الشاشة، حطيت سلك الإضاءة اللي فيه نجمة وهلال على الزينة، وهيك نقدر نقول رمضان كريم، وإن شاء الله يكون شهر خير وبركة علينا يا ربي. حوريكم الحافظات اللي اشتريتها. الصراحة ما فيش أغراض ناقصتنا بالمطبخ، يعني كل الأغراض موجودة، وإحنا مش من النوع اللي ناخد أغراض ما نحتاجها أو ما نستخدمها. بس هالحافظات عجبوني، لاحظت الحجم متاعهم جدا جميل، والشكل واللون. نقدر بدل نحط فيهم سلطة، نقطع فواكه ونحطها فيهم، أو نخلي شيء من الأكل من سلطات أو شيء نحتفظ به فيهم. عجبوني. والشكل التاني من الحافظات ما يختلفش هلبا على الأولاد، بس فيه 3 أصناف، يعني 3 أماكن نحط فيهم سلطات، كيك كده. حاجة عجبتني. واخديت هذا الكريم شانتيه التزيين الحلو والحلا. خديت قوالب الكب كيك، واخديت أيضا حافظات، أكيد طبعا احنا نحتاجوهم
نحتاجوهم في البسيسة، نحتاجوهم في التمر اللي ما نلبسوه ونحتفظوا بيه في الثلاجة. زي توا مثلا أنا احتفظت بالحجم الكبير من الحافظات، حطيت فيها فراولة، غسلتها، قطعتها بالشكل هذا وحطيتها تجمد بالفريز. حنحتاجها بإذن الله في الحلا والحلويات. وهذا زيتون. وطبعا من عادات ماما إنه اللحم تقطع حسب الأكلات، مربعات صغيرة للشوربة، كبير مثلا لما نديرو مسكي أو للطاجين. يعطيها الصحة وربي يحفظها يا ربي، يخلي لي ميمتي ويحفظ لكم أمهاتكم يا ربي. شوفوا أول سحور في رمضان سويت أسهل شيء ممكن تسووه. أوكي، شوفوا الفكرة الحلوة هذه. طبعا عندي توست والوقت كان ما يساعدنيش إنه نعجن ونسوي بيتزا، فسويت بيتزا سهلة. حطيت قطع توست وسويت صلصة سهلة، هي بصل وطماطم وقليتهم على النار، وبعدين هرست الطماطم في الخلاط. حطيتهم كأول طبق على التوست، حطيت جبت موزاريلا، حطيت زيتون، حطيت فلفل حلو. وبس احتاج انهم يسخنوا في طاجين البيتزا، او تقدروا تسخنوهم في الكوشة او اي شيء، بس لانه تذوب الجبنة دابت معايا في حوالي 5-6 دقايق. وهيك كانت بيتزا جاهزة سريعة في أسرع وقت وأسرع سحور ممكن تديروه. أنا هنا قليت كبدة، درت معها كبدة، وهذا كان سحور خفيف لطيف لأول يوم رمضان. وتابعوني إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، هنحط لكم يومياتي وفلوقات طلعاتي ووصفاتي السهلة والسريعة، وإن شاء الله كل شيء نقدر نفيدكم به في حفظ الله.